شكرا للزميل فهد العتيبي. الهلال ينجح في تحقيق الفوز بهدف سافيتش الذي جاء في الدقيقة 18، ينجح بتحقيق النقاط الثلاث، ينجح بمواصلة ضغطه على صدارة النصر بفارق 5 نقاط، لكنه نجح مرة أخرى في حبس أنفاس جماهيره حتى الدقيقة 93. تفاصيل أكثر حول هذه النتيجة وهذا الفوز المهم والمهم جدا للهلال على ضمك بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. على أرضية الملعب المملكة أرينا، الهلال ينجح بتسجيل نقاط 3 هامة وتقليص الفارق بينه وبين النصر إلى 5 نقاط مرة أخرى بهذا الهدف الذي سجله أحد نجوم هذه المباراة، إنما يكون نجمها الأول سافيتش في الدقيقة 18 بصناعة ثيو هرنانديز. علما وهذه معلومة ومعلومة حصلت عليها قبل لحظات، معلومة غريبة جدا جدا، ربما يتفاجأ بها جمهور الهلال، ربما يتفاجأ بها إنزاغي، ربما يتفاجأ بها نواف التمياط وطارق دياب. هل تعلم عزيزي المشاهد بأن هذا الهدف هو الصناعة الأولى لثيو هرنانديز هذا الموسم؟ متخيل؟ لا أنا كنت أعلم هذا الشيء والله أنا صدمت صراحة، لأن أنا ثيو هرنانديز ما يعتبر ظهير، هو جناح ومساهماته الهجوميه كثيره، لكن صدمت انه ما صنع، انه سجل كثير على التسجيل كثيره، سجل في اسيا، سجل في الدوري. لكن في عكس الكرات العرضيه، وتكلمنا كثير في الاستوديو عن انه ما عكس كثير من الكرات العرضيه، مش مركز. اول صناعه شيء ملفت للنظر. غريب والله، غريب والله، غريب. نحسبها 5 انا على بالي 5 بالضبط، انا على بالي عنده 5 6 صناعات، لكن هو سجل 5 و6 اهداف، سجل اكثر من المهاجمين. يلعب اصلا مع الهلال او مع انزاغي كجناح. نحاول اجيب لك كم هدف سجل هذا الموسم في الدوري. مسجل 5 أهداف في الدوري. 5 أهداف 5 أهداف في الدوري مسجل. سجل في الكاس وسجل في النخبه. مسجل في النخبه سجل زاد في النخبه. طال عمرك مسجل هدفين في النخبه، يعني نتكلم عن 7 أهداف. وفي الكاس مسجل هدف، يعني 8 أهداف لهذا الموسم. عموما نجم المباراة صاحب هدف النقاط الثلاث سافيتش، اللي اليوم يسجل هدفه التاسع لهذا الموسم وهدفه 30 في مسيرته مع فريق الهلال في من أصل كم مباراة، ذكروني كم مباراة لعبها سافيتش مع الهلال؟ 88 ولا قرابة 80 مباراة إذا أنا مش غلطان مع الهلال. بنشوف الرقم، لكن هو الهدف رقم 30 له في مسيرته مع الهلال، وهو رقم كبير للاعب كبير بكل أمانة. الحديث عن سافيتش متكرر للإمكانيات اللي يملكها وأيضا للشخصية. أنا كثير يعجبني الشخصية اللي يدير فيها نفسه وتعاونه مع زملائه، خاصة مع اللاعبين الشبان. لاعب إيجابي لصالح المجموعة، أعطى قيمة الكرة الثانية على أعلى مستوى، الكرات العالية ينافس المهاجمين رغم التذبذب في المستوى هذا الموسم اللي يمكن يعود لأسلوب اللعب، لكن قيمة ثابتة في نادي الهلال منذ قدومه. حتى تسجيله من الكرات الثابتة، يعني متنوع في عملية التسجيل، في المهارة في القدوم من الخلف، التناغم الكبير بينه وبين نيفيز اللي اليوم ساعد سافيتش انه يصعد لأعلى هو تواجد نيفيز كمحور ارتكاز. مباراة من ناحية السرعة الشوط الأول من أفضل المباريات للهلال، لكن استثمار الفرص أيضا من أسوأ المباريات للهلال. من 13 تسديدة 5 فرص كانت محققة ضاعت بشكل كبير أمام خطورة ضمك في آخر ربع ساعة. مرة أخرى ربما يعني كثير طلعت في استديوهات الهلال وكثير كررت هذه الكلمة، مرة أخرى الهلال لاعبي الهلال حبسوا أنفاس جماهيرهم من مباراة من المفترض وبناء على ما شاهدناه في أول نصف ساعة أنها مباراة متناول أو في المتناول ممكن تنتهي بنتيجة 2-0 3-0 أو نتيجة أكبر، إلى مباراة حبست أنفاسهم حتى الثانية الأخيرة. ليش؟ بالنسبة لنا هجوم الهلال هو المشكلة. هجوم الهلال أرهق حتى الدفاع، لأن الدفاع حتى في دفاعه هو دفاع الهلال أصبح خايف من المرتدات، خايف من أن تسجل له هدف، وكاد ضاع أن يسجل هدف. بالنسبة لي أنا المشكلة الكبيرة هو هجوم الهلال. مش معقول فريق ياخذ 5 و6 فرص ما يسجل إلا فرصة طوال 90 دقيقة. لهنا تعطي حلول للفريق المنافس، لأنه شو عمل المدرب؟ أنه خرج 3 لاعبين وسط الميدان وأدخل 3 لاعبين وسط الميدان آخرين، لأنه طمع في المباراة، عنده إمكانية باش يمشي للتعادل.
هذا بالنسبه لي انا المشكله كبيره الهلال، وهذا عانى منها الهلال الموسم هذا، انه يخلق كثير من الفرص ما يسجل الا فرصه. يعني اليوم الهلال اكثر فريق عنده مهاجمين عنده اربع راس حربه، عنده ليوناردو وعنده نونيز وعنده مايتي وعنده بنزيما. هنا مشكله كبيره. ليوناردو دخل ضيع فرص، احسن واحد دخل اللي قدم هو مندش بصراحه اللاعب هذا لازم يعطيه اكثر. لازم لاعب عنده امكانيات كبيره، وممتاز انك لعبت مالكوم على الجهه اليسرى واعطيت فرصه لمندش على الجهه اليمنى. هذا اليوم تحس ان الهلال هجوم الهلال احرج الفريق واحرج حتى الجمهور نتاعو مره الاخر، مش المره الاولى هذه. مش شوفوا مانديش تمريره ممتازه لمالكوم كان مسجل منها هدف، ولهذا بعد 1-0 شاهدنا فريق يخرج، شاهدنا فريق ضمك اصبح عنده ثقه في نفسه، خرج للهجوم، المدرب غير عمل التغييرات كلها هجوميه مع في المباراه، وكان ممكن يتعادل. ترى على فكره ضمك في الشوط الثاني حصل على اكثر من فرصه، مره اخرى حبست انفاس فريق كان ممكن بينالتي زاد. كان ممكن اختراقاتهم لفريق الهلال، كان الوصول لمرمى الهلال سهل وسهل جدا. في انا اللي اذكرهم ب3 مناسبات، صحيح، وصول تمريرتين 3 تمريرات الا وضمك في منطقه طبعا المساحات، خاصه انك ان الفريق لعب ب4 مدافعين اليوم، ما في عمق دفاعي. المبالغه في الخروج لمناطق متقدمه اعطى المساحات للعب الكرات العاليه. عندما تخرج المناطق اعلى لابد ان الضغط يكون من اعلى قوي، فاليوم الضغط ما كان اعلى من الاعلى قوي الا بعد ما حدثت تغييرات. اتفق مع الكابتن طارق، مندش لاعب يقدر يعزل نفسه عن امكانيات او اسلوب وطريقه الفريق، دائما يحفظ امكانياته في لاعب ضد لاعب، ذكي، رؤيه الملعب، القدره على اتخاذ القرار في عمليه التمرير او التسديد عاليه ما شاء الله عند مندش، ولاعب متوازن بين حاله دفاعيه وبين حاله هجوميه. ضمك كان خطر، ولاحظ ان هذه الخطوره حدثت حتى بعد خروج متي للاصابه، صح، من بدايه الشوط الثاني. زاد فادا في طلب الكرات العاليه واحرج قلبي الدفاع، المساحات اللي بينهم كانت جدا كبيره. افضل حل وتلافي مثل هذه اللقطات هي انك تسجل هدف وهدفين او 3 تكون بنتيجه مطمئنه. ضياع الفرص ما هو مشكله المدرب، هو مشكله لاعبين طبعا، وتكررت كثير. طيب انا بروح على مشكله المدرب، لان انتم ايش المدرب؟ تفضل. مدرب انزاجي. انا مشكله المدرب اللاعبين اوكي ضيع الفرص، لكن انت شايف حاله الفريق وهذا السؤال احنا طرحناه، لماذا انتظر حتى الدقيقه الثانية والسبعين لاجراء 72 لاجراء اول تغيير باخراج سالم الدوسري مكان ماركوس ليوناردو ومحمد كنو خرج ودخل مكانه ناصر الدوسري. ماركوس كان على الطرف اليسار، المفروض انه وماركوس لعب يسار، ما لعب راس حربه. ماركوس لعب بيسار وبعد خلى راس حربه. بالنسبه لي انا بنزيما يخرج الاول، زاد سالم زاد يخرج، كانوا يخرج لانه تعب، كانوا بدنيا. لماذا تعب الفريق الهلال في الشوط الثاني؟ في الشوط الاول كان يلعب تقريبا في 40-50 متر، كان يضغط الفريق يضغط على الفريق المنافس، ما عطاهش نفس، خنق الفريق الضمك، ومن بعد ولا يلعب تقريبا على 60 و70 متر، وهذا خلى شفنا الكرات الطويله على فادا، شفنا الكرات الطويله على المهاجمين، لان اللي عملوا في الشوط الاول ما عملوش في الشوط الثاني، وهذه دائما تكررها المدرب انزاجي، انك انت لعبت في 40 متر و50 متر لهنا الفريق ما يتعبش، لكن في الشوط الثاني اصبح يلعب متاخر الدفاع، ووصل الميدان بعيد على المهاجمين، واصبحت هناك مساحات، ولهنا تعب الفريق. لما تعب الفريق في الدقيقه 73 قام بالتغييرات. لا عندك قبل التغييرات، قبل هذا تخرج بنزيما اول واحد وبعد سالم، لأن بعد 10 دقائق موجود. بعد 10 دقائق صحح التغيير باخراج كريم بنزيما وادخال سلطان مندش وعاد ماركوس ليوناردو كراس حربه. ماركوس ليوناردو ليس نونيز. نونيز كان يلعب على الجهه اليسرى، اوكي لعب حتى في ليفربول، لكن ليوناردو ما لعبش على الجهه اليسرى، خرج بنزيما دخل ولعب بمهاجمين. سالم المفروض يخرج، سالم في الشوط الثاني مش موجود، كان متعب بدنيا لانه تعبوا في وسط الميدان ولا مساحات كبيره فريق. هذا بالنسبه لي انا لهنا مشكله الهلال، انه منذ بدايه الموسم تحسه يلعب بطريقه لعب ومن بعد يتغير الفريق، تحسه انه يلعب الهجوم ومن بعد يرجع الى الدفاع.
تحسوا انه يلعب بالضغط ومن بعد الفريق الكل يرجع يتراجع الى الوراء ويحاول يلعب المرتدات، ما تنجمش تلعب المرتدات في الحاله هذه. لهذا المشكله الكبيره انه اليوم الهجوم احرج الفريق ككل، حتى المتفرج احرجه، لانه خوفا من التعادل. كان ممكن ضمك فريق يخلق 5 و6 فرص ولاعبين كبار اسماء كبيره وعندهم خبره، ما سجلوا الا فرصه 90 دقيقه. هذه حتى الامور صعبه حتى المباريات القادمه. حرفيا صنع الهلال 5 فرص تسجيل اليوم، حرفيا صنع 5 فرص و3 منها فرص كبيره تعتبر صحيح حقيقيه للتسجيل. إذا بنتحدث عن الإيجابية بالنسبة للهلال هو أنه لعب برباعي في الخط الخلفي، ضغط عالي في الشوط الأول، فرض إيقاع، فرض أسلوب، سرعة عالية جدا، وعملية تمركز مالكم وسالم كانت على أطراف الملعب. لذلك رأينا الفراغات اللي ممكن يطلب فيها تيو وصعود سافيتش من الطرف اليمين وصعود كنو من الطرف. كان في تنوع بكل صراحة في دور لاعبين خط الوسط في الدخول لعمق الملعب، لكن الجانب السلبي هو عدم استثمار الفرص، وهذا دور اللاعبين مهم فيه، وعملية التغييرات، وهذا دور إنزاغي، توقيت التغييرات خاصة في ظل الإصابات اللي ممكن تحدث عضلية أو ضغط كبير بالنسبة للاعبين. الآن نقطيا يعود إلى فارق ال5 نقاط، وهذا هو الأهم بالنسبة. ينتظر المواجهة الأقوى والأكبر غدا، نصر والأهلي. بالنسبة له الآن أصبح الموضوع بالنسبة لفريق الهلال، مش الهلال أهلي نصر في الوضع الحالي، هي خلي الأداء على جنب، أعطني نتيجة وأعطني نقاط 3 وخلني أنهي الموسم على خير. صحيح النتيجة هامة جدا، لكن اليوم لما تكون عندك إمكانية بتسجل 3 أو 4 أهداف سجل، ما تقعدش 90 دقيقة وأنت تجري وراء الكرة وخايف، لأنه تحس أن الدفاع أصبح خايف من المرتدات، خايف من ردة فعل الفريق اللي كان ممكن بعد يسجل هدف. هذا بالنسبة لي أنا المشكلة الكبيرة هو هجوم الهلال اليوم ما كانش في المستوى، خصوصا من التهديف، لأنه خلق في الشوط الأول، لعب مباراة كبيرة في الشوط الأول، خلق فرص، غير تغيير اللعب على الجهة اليمنى الجهة اليسرى، لعب في العمق، خلق 3 أو 4 فرص، لكن لازم ترجمها إلى أهداف. طيب خالد العرافة موجود في المملكة أرينا يرصد لنا ردود الأفعال بعد الفوز الهلالي على ضمك. خالد. شكرا حامد. يوسف لاعب نادي الهلال. يخشملور. Congratulations. Great game. Maybe for Hilal fans they were expecting more, but the most important thing for them, of course, and for you, the 3 points. Yeah, we know that like these games are important and difficult because we have now 6 games and these 6 games are like final. We have to win all games. We have to play better. Yeah, I think today we played better. We played good, but we had a lot of chances. We didn't score, but we are happy for 3 points. After this result, what kind of message Hilal want to send to all the teams for the competition? Yeah, these 3 points was important for us, and but we have to look forward. We want our fans always support us till the season finish. تشكرات يا فندم. Thank you. ذكر بشكل سريع، كنا نعلم من البداية أنها راح تكون مباراة صعبة، حاولنا أضعنا بعض الفرص، ولكن بالتأكيد أهم شيء هو الفوز و3 نقاط. الرسالة اللي حاب يوجهها الفريق بعد هذا الفوز بشكل عام، قال كل نتمناه أنه الجماهير تساندنا، أمامنا مباريات كلها راح تكون مباريات نهائية، حتى ينتهي الدوري سنقاتل حتى النهاية. حامد. شكرا خالد. حرفيا قال كلمة أن سنتعامل مع كل المباريات القادمة بمبدأ المباراة النهائية، واللي صار اليوم أمام ضمك هي أو طريقة سيناريو المباراة كأن فريق يلعب نهائي كاس. نهائي كاس. فواضح أنه خلاص اللاعبين المدربين الجماهير الكل مرهق ذهنيا قبل ما يكون بدنيا. تحس حتى في آخر المباراة الفريق مرهق، الدفاع شاهدنا حتى ارتكبوا أخطاء، وهذا راجع أولا تحضير ذهني، لأنه بتتعب ذهنيا. لما تتعب ذهنيا، هو كانوا يحبوا أنه يسجلوا هدفين 3 ويرتاح، لو سجلوا هدفين 3 لعب براحة كبيرة فريق الهلال. لكن هذه هي كرة القدم، وهذا الهلال شاهدناه في عديد المناسبات، خسر نقاط بالطريقة هذه، عمل 8 تعادلات خسر 16 نقطة، بالطريقة هذه يكون فايز يتعادل، ما يحافظش على النتيجة. لكن اليوم ممتاز أنه حافظ على النتيجة 1-0.
هي احنا قلنا ان امامه 4 نهائيات، لا هو عنده باقي غير المباراه هذه، عنده 5 نهائيات، لان عنده كاس نهائي الكاس مع الخلود في يوم 8 مايو. سيواجه الحزم في مباراه الدوري القادمه امام الخلود عفوا، سيواجه الحزم في مباراه القادمه، وبعد ذلك سيذهب ضيفا على الخليج ثم سيواجه الخلود في نهائي الكاس. بعد ذلك الموقع الكبرى امام النصر في 12 من مايو. بعد ذلك يواجه نيوم ويختتم مبارياته في الفيحاء. هذه هي سلسلة مباريات المتبقية لفريق الهلال، أو عفوا سلسلة النهائيات المتبقية للهلال. مباريات حاسمة وتوقيتها. هو كان الفترة الماضية بعيد عن المشاركات بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام السد. اليوم تعود المباريات من خلال هذه المباراة والقادمة في توقيت زمني قليل جدا، بينهم مباراة نهائي كأس ملك. بالتالي تفكير أو حديث يوسف محق فيما ذكر، التفكير دائما في ال3 نقاط بغض النظر عن النتائج المختلفة. هذا إذا أردت تنافس حتى آخر أسبوع، بما أنه في مباراة أيضا بين الهلال والنصر. أيضا في الجانب عودة اللاعبين المصابين، عودة كولوبالي مهمة جدا بالنسبة للفريق، لأن من الناحية الذهنية من الناحية الفنية أعطى الكثير للفريق في هذا الموسم، من ناحية الافتكاكات، من ناحية التحولات في عملية البناء الهجمة بشكل جيد. وشاهدت التغييرات الكثيرة على مستوى خط الدفاع بسبب الإصابات تأثر على العملية، خاصة بناء الهجمة. يمكن هذا الخيار اللي اليوم وضع نيفيز، أنه يعود لخط الوسط وأنه يكسب المباراة على أرضه وبين جماهيرية. على الأداء نوعا ما أفضل بكثير من المباريات السابقة، لكن استثمار الفرص لابد أنه يتحسن إذا أنت أردت تكسب هذه النهائيات القادمة. مرة أخرى أعود إلى المملكة أرينا مع خالد العرافة. خالد. شكرا حامد. خالد سميري لاعب نادي ضمك. هارد لك، مباراة كانت جيدة نوعا ما، لكن فيها تفاصيل ممكن اللي ما خلت الفريق يرجع للمباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لنادي الهلال، هاردك لنا. يعني بوجهة نظر قدمنا مباراة كويسة، يعني تلعب مع الهلال في أرضه 1-0، يعني حاولنا نسجل نرجع بالتعادل، لكن الحمد لله على كل حال. باقي إن شاء الله 5 مباريات في الدوري، أو باقي عدد قليل في الدوري، إن شاء الله إنه نركز فيها بإذن الله. بطول عليك خالد، لكن بعد هالنتيجة إيش ممكن ينعكس على الفريق؟ والله تنعكس أشياء كثير، يعني نحن دوب قبل شوية يعني قلنا لازم نشد حيلنا زيادة، خلاص ما باقي شيء في الدوري، وإن شاء الله بإذن الله نحقق المطلوب مننا بإذن الله. شكرا لك حبيبي، الله يسعدك. شكرا لخالد سميري. مبروك الهلال، هاردك ضمك. حامد كلمة لك، تفضل. شكرا يا خالد، وشكرا يا خالد السميري. تراها 4 مباريات يا خالد. خالد قال باقي شويه، اول شيء قال باقي 5 مباريات، بعد ذلك قال باقي شويه. هي 4 مباريات تحديدا لضمك لانقاذ ما يمكن انقاذه هذا الموسم، خصوصا بان يعني ينافس 3 فرق على الهروب من دوامه الهبوط، اللي هي او هم 3 فرق: ضمك، الرياض، والخلود. ضمك عنده مواجهة صعبة أمام الخليج في الجولة القادمة، بعد ذلك يرحل إلى جدة لمواجهة الاتحاد، ثم يستضيف الفيحاء ويختتم مواجهاته هذا الموسم أمام النصر في الأول بارك. فلذلك مواجهات ضمك القادمة نفس الشيء، الموضوع بالنسبة له نهائيات. طيب أنا قلت لكم بأن الجمهور سينضم إلي في طرح الأسئلة عليكم، لأن ما راح أسأل لوحدي. خلينا نشوف بعض الأسئلة الجماهير على هاشتاج استوديو 8. السؤال الأول من نقطة آخر السطر يقول: الحالة البدنية لسالم في المباراة ضعيفة، كيف راح يقدر يشارك في كأس العالم بهذه الحالة، وكأس العالم بعد شهر تقريبا؟ هو في الغالب أنه بعد نهاية الموسم بتكون في إجازة عند اللاعبين، وبعد ذلك عملية الاستعداد والجانب البدني مهم. سؤاله في محله، التركيز على كأس العالم ليس فقط من الناحية الفنية كيف تلعب، من الناحية البدنية تعافيك بين مباراة ومباراة تطلب ذهنية عالية. سالم لعب كأسين عالم ويعرف هذه الصعوبة، لكن أيضا الأجهزة ودورها الجوانب البدنية. لكن الإجازة هي جزء من العمل بالنسبة للاعبين اللي بعد موسم طويل من كأس العالم للأندية تقريبا حتى الآن ما ارتاحوا بالشكل الكافي. بعد الإجازة القصيرة عملية الاستعداد ستكون قوية جدا،
وبناء الجانب البدني بيكون على اعلى مستوى. وعلى فكره هذا الشيء ينطبق على جميع لاعبي. حتى انزاجي ما عرفش يستغله بصراحه. إنسان. اي ما عرفش يستغله. ما تلعبش لاعب عمره 35 و 36 سنه مباريات الكل كاساسي، لازم تعطيه فرصه باش يرتاح، تحضره نفسه حتى تحضره في المباريات. المفروض كما قلت لك انا بدايه الاستوديو ان اللاعبين هذوما في شهر 4 و5 يكونوا في احسن حالاتهم البدنيه والذهنيه. وقتاش؟ شو جوارديولا اكثر لاعب يلعب 44 مباراه من 60 مباراه، يلعب 44 مباراه. لان يعني من المداوره هامه جدا. سالم وبنزيما ولاعبين كبار في السن ما يلعبوش المباريات الكل، لازم في مباريات يكون على ذاك الاحتياط، تحضروا وتجهزوا. طيب هذه مشكله كبيره من المدرب بالنسبه لي. السؤال القادم عن خط وسط الهلال موجه للكابتن طارق ذياب وهو من مشاري الثبيتي. مشاري يقول: هل وسط الهلال هو الحل الهجومي بدلا من الاعتماد على المهاجم؟ كل واحد والدور نتاعو، لازم وسط الميدان يقوم بدوره. لكن بالنسبه لي انا في الكره العصريه لاعب وسط الميدان لازم يكون لاعب شامل، يعرف يدافع ويعرف يحضر ويعرف ينهي الهجمه. شوفوا سافيتش يدافع ويحضر ويسجل لمساندة المهاجمين، ما يلزموش يعتمدوا في التسجيل الا على المهاجمين. لازم لاعبين وسط الميدان خصوصا رقم 8 ورقم 10 لازم مساندة كبيرة إلى المهاجمين ويلعبوا دور المهاجم في بعض الفترات. وأحسن لاعب يقوم بالدور هذا هو سافيتش لاعب بالنسبة لي أنا لاعب شامل، واللاعبين الشاملين هذا مش موجودين في العالم. في كل فريق ما تلقاش في كل فريق لاعب شامل يقوم بالأدوار الدفاعية ويحضر أهداف ويسجل. سافيتش عنده الإمكانية هذا، محظوظ الفريق اللي عنده لاعب مثل سافيتش. طيب وأنت تتكلم، أنا حصرت الأهداف اللي سجلوها لاعبي الوسط في فريق الهلال. نيفيز مسجل 9، سالم الدوسري مسجل 8، مالكوم مسجل 7، سافيتش أعتقد مسجل 7، ومحمد كنو مسجل 5. نتكلم عن 36 هدف هذا الموسم للاعبي الوسط بالنسبة لي. نسبة عالية. يمكن يقصد بلاعيبة خط الوسط هم الثلاثي، نيفيز كنو سافيتش، أكثر من لاعبين الأطراف. سؤال مشاري ثبيتي وعكستها مباراة ضمك اليوم، كيف انه كانه شارك في الجانب الهجومي، سافيتش شارك في الجانب الهجومي. انا اتفق مع حديثه، خاصة اذا كان المهاجم بنزيما اللي تعودنا يخرج ويلعب خارج الصندوق ويشارك في عملية الثنائيات والصناعة من الخلف. فعلا تتطلب لاعب وسط ان في هذا الدور يختار التوقيت المناسب في الدخول وخاصة في الكرات العرضية، وهذا ما شاهدناه من سافيتش. طيب آخر سؤال موجه للكابتن أو موجه له الاستوديو بالكامل، وبارك لي أبو فهد بمناسبة أو من حلمي الدكتور حلمي بريمة، موجه لأبو فهد. توي بقول قاعد تقول الأهلي. الأهلي أنا أقول النصر. بالنسبة لي أنا الأهلي ذهنيا قوي جدا، النصر فنيا أفضل من الأهلي. فنيا يلعب كرة قوي، ذهنيا ما يلعبش كرة، مشهوش مباريات كبيرة من الناحية الفنية، لكن فريق يتعبك. فريق 90 دقيقة لما تلعب معه، أولا تدخلات اللاعبين قوية جدا، فريق شرس عنده 6-7 لاعبين إمكانياته البدنية هائلة. كل فريق لما يلعب ضد الأهلي يتعب بدنيا. على ذاك الأهلي في الشوط الثاني 20 دقيقة الأخيرة دائما يتألق ويسجل أهداف، لأنه اللاعبين بتاعه ممتازين من الناحية البدنية والذهنية. أعتقد أنا بالنسبة لي أنا أفضل فريق من الناحية هذه فريق الأهلي، والنصر من الناحية الفنية أفضل فريق. النصر على التغير اللي حدث في الدور الثاني، خاصة بعد مباراة الهلال اللي خسرها، بدأ جيسوس يعتمد على أسلوب مختلف عن فقط الضغط العالي أو غير سيستم كامل. بدأ ينتظر في عملية البناء بثلاثي ويترك أحد الأظهرة يصعد، خاصة بوشل أو سلطان من الطرف الأيمن. التوازن هذا ما كان يعمله جيسوس. صح. عودة التغييرات المستمرة لكريستيانو آخر 10 دقائق 8 دقائق دائما مستمرة في المباريات، وقدر يتخطى كثير من الفرق في غياب جواو، في غياب كومن، في غياب أنجلو ماني. بالتالي تخطى كثير من، صحيح أنه في صعوبة على مستوى الجدول في قادم الأيام، لكن أظهروا اللاعبين قوة هجومية في الاستفادة من الفرص، طريقة تمرس
أنجلو على مركز رقم 8. وأيضا المستوى اللي عاد عليه عبد الله العمري والثبات عليه في قلب الدفاع، مستوى بنته أيضا. فأنا أشوف أن الفريق في حالة ذهنية قوية. طيب، نواف يقول النصر الأقوى ذهنيا، طارق ذياب يقول الأهلي الأقوى ذهنيا. غدا بعد الدور الثاني غدا النتيجة توضح من هو الأقوى ذهنيا. اللي فاز بطولة هو أقوى ذهنيا. هو الأقوى. كل هذه ينطبق عليها كل يغني على ليلى. الأهلي فاز ببطولتين. عموما الجولة انطلقت مشاهدينا الكرام، العد التنازلي لنهاية هذا الموسم. الجولة 30 ستشهد قمة كبرى غدا بإذن الله بعد انتصار الهلال على ضمك وانتصار الخليج على النجمة، كذلك تعادل اليوم مع الحزم وتعادل الشباب مع الفتح بنفس النتيجة بهدف لكل. غدا الرياض يستضيف القادسية في مباراة مهمة جدا 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 للرياض، مهمة لضمك، مهمة للخلود. نتيجتها ستحدد كثيرا صورة وصراع الهبوط في الجولات الخمس القادمة. التعاون يستضيف الاتحاد في مباراة تحسين مراكز وتحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، بينما قمة الجولة 30 دوري روشن السعودي للمحترفين، القمة الكبرى، المتصدر النصر في مواجهة النخبوي الأهلاوي على الأول بارك بتغطية بإذن الله كبرى على 8. نذكركم بجدول الترتيب. عاد الفارق بين النصر والهلال إلى 5 نقاط، بينما الأهلي يسعى إلى تقليص الفارق غدا والعودة إلى سباق الصدارة في حال تحقيقه الفوز على فريق النصر. قاع الترتيب الرياض لديه فرصة لأن يعادل النقاط أو يعادل نقاط ضمك وإدخال ضمك والخلود في دوامة الهبوط. وصلنا إلى الختام، تصبحون على خير مشاهدينا الكرام. قبل الختام شكرا نواف، شكرا أبو فهد، يعطيك العافية. معك في كيك خلاص لين بعد نهاية الموسم. شكرا كفاية فلنا كثير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم الدائمة. ل8 نلتقي غدا بإذن الله في تغطية القمة ما بين فريقي النصر والأهلي. إلى الملتقى.